مئات الأشخاص تجمعوا خارج مقر السفارة الجزائرية في مالي. تطوقهم أجهزة الشرطة، رفعوا شعارات مناهضة للجزائر. نريد تحذيرهم عند وقوع مشكلة. الشعب هو من يأخذ زمام الأمور. هذه التظاهرة تستبق تحركات الرئيس الانتقالي. على الجزائر أن تتوقع أي شيء. تظاهرة تأتي في سياق تصاعد التوتر بين الجزائر وباماكو منذ الأول من نيسان أبريل، على خلفية إسقاط مسيرة مالية من قبل الجيش الجزائري لانتهاكها المجال الجوي للجزائر وفقا لبيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية. مالي تمسكت بروايتها، مؤكدة من جهتها أن المسيرة لم تغادر الأجواء المالية لتصنف الحادث في خانة العمل العدواني. أزمة دبلوماسية دفعت كلا البلدين إلى سحب سفرائهم وفرض حظر جوي متبادل. على الجزائر أن تدفع تعويضا لإسقاطها مسيرتنا، هذا ما نطلبه. إلا أن آخرين بدوا أكثر تشددا في مواقفهم، خاصة مع ترحيبهم بتضامن بوركينا فاسو والنيجر مع بلدهم وتلويحهم بأعلام المغرب التي تربطها علاقات متوترة بالجزائر. أؤيد قطع العلاقات الدبلوماسية مع هذا البلد وأن نستغل مقر سفارتهم على نحو أفضل. وتتهم مالي الجزائر منذ سنوات بنسج علاقات مع مجموعات إرهابية، وهو ما تنفيه الجزائر، متهمة الحكومة الانتقالية في مالي بمحاولة صرف الأنظار عن فشل مشروعها الانقلابي.